بكل شبابنا في كل مكان، وحلقة جديدة مع شباب مصر في أمل المستقبل. بداية بقول لكل الطلبة والطالبات في الثانوية العامة ألف مبروك النجاح، وبدأنا يعني بداية جامعية جديدة نستقبلكم بقى عندنا هنا في أمل المستقبل. عايزة أقول كمان لكل الأسر ألف مبروك، لأن التعب اللي بيتحمله اللي بيتحمله الأب واللي بتتحمله الأم علشان نعدي السنة، اللي مهما حصل من تجديد ومهما حصل من تغيير في الأسلوب التعامل مع الثانوية العامة، وإن احنا المجاميع تنزل بشكل كبير وبشكل ملموس وواضح، إلا إنه ما زالت هي عنق الزجاجة. الكل بيستنى نتيجة الثانوية العامة علشان نفرح بولادنا وعلشان نجيب المجاميع الحلوة اللي تدخلنا الكلية واحنا مرتاحين. أسرة بتبذل مجهود كبير جدا، ولاد بيعملوا اللي عليهم، وفي النهاية بتيجي النتيجة سواء، وده اللي أنا عايزة دايما أأكد عليه ومن خلال برنامجنا دايما بنأكد عليه، سواء النتيجة جت بالشكل اللي يرضيك أو التنسيق وداك لأي كلية، دي مش نهاية الحياة. لأنه أحيانا بتبقوا متخيلين إنه النتيجة دي سيئة جدا، وإن أنا أدخل الكلية دي، أنا عمر الكلية دي ما كانت في دماغي إن أنا أدخلها. لكن لما تدخلها وتبدأ تشتغل على نفسك، بتبدأ تحس انك انت في المكان الصح، وانت عملت مجهود خلى الكلية تتحول. وعايزين نتخلص من كليات القمة. احنا الشعب المصري نحب ندي مسميات لكل حاجة، كليات القمة، طب وصيدلة وهندسة، سياسة واقتصاد واعلام بالنسبة لأدبي. لا يا جماعة، الدنيا اختلفت تماما. القمة انت اللي بتعملها، انت اللي بتعملها جوه الكلية اللي انت بتدخلها، ايا ما كانت الكلية اللي انت دخلتها. انا شايفة ان كل الكليات وكل المعاهد العليا كلها قمة. اللي بيحدد قمة او غير قمة هو الطالب او الطالبة نفسهم، هم اللي بيحددوا ده. ابدأوا حياة جامعية جديدة، ابدأوا حياة ابذلوا فيها المجهود، اعملوا اللي عليكم، اشتغلوا على نفسكم. لانه خلاص حتى اللي بيخلص كلية، دايما بنقول ده كمان في برنامجنا، حتى ما بتخلص كلية انت محتاج تشتغل على نفسك علشان تقدر تواجه سوق العمل. خلاص الليسانس والبكالوريوس ما بقوش هم النهاية، بالعكس هم البداية. يعني ألف مبروك لكل الناجحين، وشدوا حيلكم في اللي جاي، الطريق لسه طويل، لكن عليكم ان انتوا تشتغلوا على نفسكم، تشتغلوا على نفسكم. وللأسر طبعا ألف مبروك، خلصتوا من الثانوية العامة، ابدأوا افرحوا بقى بالجامعة وبأنه الولاد دخلوا الجامعة، ونبعد شوية عن الدروس وتعب الدروس والمشاكل الكتير والضغط المادي والضغط المعنوي بتاع الدروس. نيجي بقى لبرنامجنا النهاردة وفي أمل المستقبل ومبادرة باحثون قبل التخرج. دايما الأبحاث العلمية بتبقى مرتبطة بالطالب وهو بيعمل دراسات عليا في السنين الأخيرة. أثناء السنين الدراسة بتبقى لا يعني بناخد شوية الدكتور يدلنا على حاجة نعملها، إنما إنك أنت تعمل بحث وإنك أنت تبحث، ده يمكن كان بادئ في علوم طنطا في فترة الكورونا. ويمكن دايما قلنا انه كل محنة بيبقى فيها منحة، والضغط بتاع الكورونا وان احنا نشتغل اونلاين وان احنا نبدأ نشوف ايه الامكانيات اللي عندنا ان احنا نقدر نعمل بيها، هي دي كانت الانطلاقة للمبادرة دي. ايه هي المبادرة دي وايه اللي وصلت ليه النهاردة بعد سنين، وبعد ما اجيال بتسلم اجيال انها تمشي على نفس النهج، وانها نشوف الابحاث دي، وان الابحاث دي في النهاية ما تطلعش حاجة هينة، تطلع حاجة مهمة. والجامعة تلاحظ ان الطلبة قبل ما تتخرج بتعمل حاجة محترمة جدا. ممكن نكون مش متخيلين ان هم لسه طلبة في سنوات اولى. وضيوفي اللي منورين النهارده الدكتوره هبه بدير، مدرس مساعد بقسم النبات كليه العلوم جامعه طنطا، والدكتور عبد الله الوكيل، معيد بكليه العلوم جامعه طنطا. نورتوني وشرفتوني. اهلا بحضرتك. ومجموعه طبعا متميزه من الطلبه والطالبات اللي اتخرجوا، في اتخرج يا جماعه، اللي اتخرجوا واللي لسه في الكليه، وده النهارده هنتكلم عنه، الاجيال اللي بتسلم اجيال. اهلا وسهلا بيكم ونورتوني وشرفتوني. اهلا بحضرتك. هبدأ بالدكتورة هبة ونتكلم على فكرة المبادرة والبداية. طيب هستأذنك اتفضلي. لرفع أذان الظهر ونرجع مرة تانية، رفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طنطا، ونعود نستكمل حوار.
رجعنا لكم مرة تانية يا شباب، وسريعا نبدأ حوارنا مع الدكتور هبة. يعني لو حضرتك تكلميني يا دكتور كده عن المبادرة وفكرتها، وهل كلامي صحيح فعلا هي البداية كانت من أول أزمة كورونا؟ هو فعلا الفكرة جت من ايام الكورونا. طبعا التجمعات كانت ممنوعة وكده، فالدراسة كانت اونلاين. والجامعة حطت requirements كده للدرجات اللي الطلبة تاخدها غير الامتحانات، فلقوا ان البديل المناسب وقتها كان ان الطلبة تعمل ابحاث. في الوقت ده مش مفترض ان الطلبة في البداية في السنين الدراسية الأولى للكلية انهم بيعملوا أبحاث، ولا ده بيحصل برضو؟ هو طبعا كل دكتور ماده بيكون معاه درجات، في طبعا جزء من الدرجات بسيط على الاكتيفيتيز بتاع الطالب، بيطلب منهم ريبورت يسلموه او بحث صغير يتسلم. بس يعني الطلبه كل فكرتها عن البحث ان هو بيدخلوا على الانترنت يجيبوا مثلا معلومات وياخدوها كوبي بيست ويسلموها للدكتور يعني. الجامعه بقى جت حطت ريكويرمنتس تانية، لان دي درجات كامله للماده هتتحط، فلازم يكون في زي فلتريشن كده بين الطلبه. فالريكويرمنتس اللي اتحطت كانت شبيهه شويه بالريكويرمنتس للابحاث المنشوره في المجلات العلميه الكبيره يعني. فالطلبه ابتدت بقى ان هي تسمع عن مصطلحات جديده زي اقتباس، زي معامل تاثير، زي مراجع، زي سايتيشن. فابتدوا ان هم يلجأوا لينا يعني انا وزمايلي، وابتدينا ان احنا نعلمهم يعني ستيب باي ستيب كده المصطلحات دي، وازاي يكتبوا بيبر، وازاي يسلموها للدكتور وكده. فجي بقى طلبه هل في جزء نظري وفي جزء عملي؟ هو طبعا وقتها ما كانش هينفع فيه عملي يتعمل، لان يعني التجمعات كانت ممنوعه نهائي. فكان يعني الانسب وقتها ان الطالب يشتغل من البيت، من اللابتوب بتاعه، يعني من الاوضه بتاعته يشتغل ويسلم الحاجه اونلاين. تمام. بس فهم طبعا الموضوع مشي وكده. وفي طلبه منهم بصراحه يعني positively impacted جدا بالفكره دي، وابتدوا بقى طبعا يعني احنا الجيل بتاعنا ما كناش نسمع عن بحث علمي، وابتدينا يعني كان الطالب بيخلص الكليه يتخرج يسجل دراسات عليا، يبدا يسمع بقى عن البحث العلمي والمصطلحات اللي هي وازاي ينشر مثلا بحث في دوريات علميه. انما طول سنين الدراسه في وقتكم، طول سنين الدراسه عادي، مجرد ان انا بذاكر وبدخل امتحن وخلاص. ولو الدكتور طلب مني مثلا ريبورت صغير يعني بدخل اجيبه كده وبسلمه وخلاص يعني. تمام. فابتدوا بقى يعني يبقوا included شويه في البروسيس بتاعه البحث العلمي، وفي طلبه منهم حبوا الموضوع بقى. فجات لهم بقى طبعا بقياده دكتور عبد الله، كان وقتها طبعا طالب يعني. يعني هو ده يعني البدايه، الانطلاقه للمبادره. الفكره جت ازاي يا دكتور؟ طيب، الفكره مبادره بحث ما قبل التخرج بدات قبل كورونا بفتره كمان، 2018 بالتحديد. انت بتوضح لي نقطه. شهر 9 2018 كان فكرة. دايما بقول ان في ازمه بتخليك تفكر في فكره بالزبط. ايه الازمه اللي عملت خلتك غير الكورونا؟ تمام جدا. 2018 كنت داخل الكليه، كنت بطبيعه مختلفه شويه، ان انا كنت حابب الكليه، كنت حابب قسم كيمياء بالتحديد، ككليه علوم. دخلت الكليه كنت حابب كليه العلوم، مش التنسيق. انا كان في الاول كان جاي لي 96.5، عملت ظلم جاي 97، كان ليا صيدله، بس انا اصلا من ثانويه حابب كليه علوم، حابب قسم الكيمياء. ده اللي انا كنت لسه بقوله، ان في ناس فكنت دخلت، كنت محمس شويه، كنت عايز اشتغل على موضوع ساينتفك ريسيرش، البحث العلمي، وانا ستيل اندر جرادويت. فجيت اشوف بقى الكليه واشوف الكيانات الطلابيه الموجوده، يا جماعه انا عايز اشتغل. طبعا عارفين ان كليه علوم في اي دوله متقدمه بالزبط. هي التوب في البحث العلمي، يعني هي قبل طب، وهي قبل صيدله، وهي قبل كل دول يعني بس احنا عندنا لسه المعلومه دي مش يعني هو رانك جامعه طنطا اصلا في البحث العلمي عالي بسبب كليه علوم، يعني احنا عندنا الانتاج البحثي عالي جدا. دي الكليه اللي المفروض كل الكليات التانية هي قايمه عليها، يعني هي دي اللي بيعملوا الابحاث، وهم اللي بيخرجوا لهم كل حاجه يعني. حاولت ان انا اشوف، عايز اشتغل يعني از لسه حد في سنه اولى عايز اشتغل بحث علمي، فما فيش خالص، كله بعد ما تتخرج ان شاء الله. فشفت كيانات طلابيه، في كيان طلابي مثلا بيهتم بحاجه زي كده للطلاب، ما لقيتش.
فكان من هنا بقى الديسيجن او القرار انك انت ان انا يعني انت كنت اكون عايز كيان بالظبط. تشترك فيه، عايز يعني لو في حاجه ناس بتقدم انضم ده ليها بالظبط. فهنا ما كانش في حق مفيش. الكونسيبت ده ما كانش موجود اصلا. فمن هنا بدات ان انا احط عيني على افضل طلاب متميزين معايا في دفعتي، وبدات اكون اول تيم وبدانا شغل على طول من بعد لوحدك من سنة غير أولى. ما ترجع لدكتور اكبر، لحد يرشدك تمام. تعمل ايه؟ احنا على طول جمعنا نفسنا في اجازه سنه اولى، بدانا مع اول مشرف. طبعا البحث العلمي هو عمليه متكامله ومترابطه، وهتكلم عن المبادره عشان تنطلق فهي محتاجه عوامل مختلفه هتكلم عليها كمان شويه، لكن انا بتكلم بس على البدايه. فاحنا بعد اول ترم على طول رحنا المشرف، او قبل ما اول ترم يخلص رحنا المشرف، وحتى اتفقنا على مجال معين وعلى اساس كده يعني بدانا في اجازه نص السنه على طول في سنه اولى ان احنا نتعلم اساسيات البحث العلمي من المشرف. وعلى اساس ان احنا بعد الترم التاني نبدا نشتغل على بروجكت بحثيه. طبعا احنا هو السكيل بتاعنا اندر جرادويت، لكن احنا الاندر جرادويت ستودنتس هم ستيل او يعني هم جزء بس من الموضوع، لكن احنا بيبقى بقياده مشرف وسوبرفايزر ومدرسه بحثيه هو بس بينضم له. فالكونسبت ان احنا ندخل الطلاب في المدرسه البحثيه دي، طبعا لانه عمليات البحث العلمي بيحتاج اكسبيرينس وخبرات متراكمه يعني طبعا وتوجيه كمان. فبدأنا على طول بعد سنة أولى في 2019 اللي هي الأجازة بتاعت سنة أولى، بدأنا إن إحنا نبدأ عايزين لا مش بس إن إحنا تيم، لا إحنا عايزين فكرة إن التيم يكون على اللونج فيجن. وهنا فكرة الرؤية، إن اللونج فيجن الرؤية البعيدة، إن التيم ده يبقى حاجة، يبقى تيمات، حاجة تكبر، مش بس إن إحنا بنفسنا. فبدأت أفكر في إيه، إن إحنا والله إحنا تيم كملته ل 14 حد. طبعا كل حد خليت لي مشرف، بحيث ان كل طالب هو لسه في سنه اولى معاه مشرف يكون ده في كانه بيدرس دراسات عليا بالظبط. في اللونج فيجن بقى ان الطالب ده لو احنا تخيلنا ال 14 كل واحد هيبقى مسؤول ان هو يدرب ويعلم 14 تحته. فهنا البيلدينج اب كان موجود في الفيجن بتاعتنا، يكونوا في التيم بشروط مثلا ان احنا ما نبقاش تخصصات نفس التخصص، كل واحد تخصص مختلف عشان يبقى عندنا اكسبيرينس مختلفه في التيم ده عشان تفيدوا بعض. بالظبط. وعلى طول خلصنا الاجازه اشتغلنا على بروجكت بحث كفيرست تيم. جينا بالظبط بعد الترم الاول في سنه تانية، وهنا هنربط بوينت بتاع كورونا بالموضوع. هنا دخلت كورونا بالظبط. بعد الترم الاول انا كنت 16/1/2020 ده قبل كورونا. خدت ال 14 حد وقلنا احنا مش بس هنشتغل على بروجكت بشكل عام مع بعض، لا كل حد هيخش اللاب البحثي بتاع المشروع بتاعه. وبدانا بالفعل، وكل واحد بدا. جت كوفيد، بدانا الترم الثاني وجت كوفيد. كوفيد كان بالنسبه لنا هي اهم بوينت او عامل رئيسي جدا في البيلدينج اب بتاعنا، لان احنا لو كنا دخلنا في الترم الثاني كان عندنا طبعا ضغط دراسه، وانا كنت تقريبا كل التيم الاول كانوا اوائل اصلا وكانوا كلهم امتياز، فكان هيبقى في ضغط في الدراسه مش هنقدر نعمل حاجه. فجت كوفيد ادت لي كده نفس عميق ان احنا نبدا نشتغل على البيلدينج بتاع الكيان ككيان بقى، وناخد الاعتماديه الرسميه كمبادره بالاسم بتاع مبادره داخل كليه العلوم جامعه طنطا. واشتغلنا على الورق واللائحه وكل الحاجات دي، وبدانا نبني التيمات على طول يعني ما استنيناش. فده فرق معانا كتير. وكمان الكونسبت بتاع البحث العلمي ان هو بقى مترسخ عند كل الطلاب، بقى حاجه اساسيه. فكان هنا بدايه ما انا قبل ما تكمل كل ده برضو في الجزء النظري. انتوا هنا الابحاث بشكل نظري، تمام. احنا ما دخلناش في العملي. تمام. البروسيس بتاع البحث العلمي عشان نقول بحث علمي، طبعا اول حاجه ان هو الشخص يتعلم اساسيات البحث العلمي. لو احنا جينا في الفتره دي لما جيت ابيلد بقى السكند جنريشن اللي فيه منه طلاب موجودين، كان اول حاجه ان هم يتعلموا اساسيات البحث العلمي، ودي مش سهله يعني، ده بتاخد وقت ان هو يتعلم حاجه زي الريدنج رايتنج السكيلز بشكل عام، ان هو يبدا يقرا بيبر منشوره دوليا ان هو لسه اندر جرادويت، فدي بتحتاج ده اللي قالته الدكتوره هبه يمكن. بعد كده يعني كبروسس، يعني احنا بعد كده والله طالب في ابحاث بتتنشر يعني ليتريتشر ستاديز، بشوف الابحاث اللي بتتكلم في بوينت معينه بشكل دولي واقدر اطلع منها بكونكلوجن معينه، فده نوع من الابحاث. وفي نوع تاني اللي هو بشكل براكتيكال. فبس في البدايه احنا بنتكلم اول سنتين او اول سنه ونص ان هو الطلاب بيفهموا الكونسبت البحث العلمي اصلا، ويبداوا يقدروا يلخصوا ابحاث. وكان على اساس كده الانطلاق. بعد كده جيل بقى التاني عملناه في بدايه كوفيد، وبعد كده يعني تتالت الاجيال، اعتقد في جيل تالت ورابع وخامس وسادس وممكن سابع وثامن كمان.
انا بس عايز اقول منشن لحته العوامل دي، لان دي نقطه مهمه جدا. احنا طبعا بنتكلم على السكيل بتاع الطلاب، واحنا الاساس بتاعنا الطلاب، لكن احنا في كان الجوانب المختلفه ان احنا نقول في حاجه قويه، وكمان دلوقتي على مستوى الجمهوريه موجوده. فاحنا بنتكلم عامل طبعا احنا كطلاب موجودين، في العامل المشرفين اللي ايدونا بصراحه بصوره كويسه، وسبيشالي اول 14 مشرف بصراحه كانوا 14 عالم من علماء طنطا. هرجع تاني يا دكتور عبد الله للدكتوره هبه، وده نفس السؤال اللي انا كنت عايزه اروح لها فيه، وهي فكره الدعم. لانه مهما كان افكار الطلبه ايام ما كنت طالب بقى، يعني افكار الطلبه اللي بيفكروا خارج الصندوق، وان احنا عايزين نعمل كذا، وده مش متوقع انه يعملوا طالب لسه في السنوات الاولى للكليه انه يعمل بحث ويعرفوا ايه البحث العلمي. لو ما كانش فيه دعم من الجامعه ومن ستاف الكليه ومن الاساتذه، مستحيل انه هيقدر يطبق ده على ارض الواقع. يعني اكيد. الدعم كان شكله ايه من الكليه للطلبه اللي جايه بتقول احنا عايزين نفكر نعمل كذا ونبقى لسه في السنوات الاولى، ومليون في الميه انه الفكره لما بتطرح الاجيال مختلفه، ومليون في المية في اساتذه كبار ممكن يكونوا شايفين انه خلي بالكم من دروسكم بس وخلصوا الاول وبعدين اعملوا دراسات عليا وشوفوا البحث العلمي، خاصه الاجيال الكبيره. انا اتوقع ده يعني من الحياه هتعرفي ان اكيد في ناس كانت مع وناس كانت ضد. لو تكلميني عن الفتره دي والانطلاقه ودعم اصطاف الجامعه للشباب في الوقت ده. هو يعني اي فكره جديده بتتم بمراحل. اول مرحله بتبقى الرفض، تمام. بعد كده بتبتدي مرحله التقبل، اللي هو في ناس تمام وفي ناس يعني برضو لسه رافضين، بس لما لقوا ناس موافقه خلاص. بعد كده بقى مرحله ان الفكره دي بتبتدي تفرض نفسها، وبتبتدي ان هي تبقى جزء من الواقع. زي ما احنا شايفين دلوقتي ان في طلبه كتير جدا ابتدى يبقى فكره الساينتفك ريسيرش متاثره، يعني مترسخه عندهم زي ما قال دكتور عبد الله. هو بصراحه يعني اداره الجامعه، دكتور كمال عكاشه نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا، هو من اكبر يعني داعمي المبادره، وهو يعني اكبر داعمي اي فكره حلوه الشباب بيقوموا بيه. اي ما بيسمع ان اي حد عمل حاجه بيستقبلنا عنده في المكتب وبيتكلم معانا وبيشجعنا. وطبعا اداره الكليه بتاعتنا دكتور طارق مصطفى عميد الكليه برضو من اكبر مشجعي دكتور ياسر طبعا مشرف. دكتور ياسر عبده هو يعني مشرف المبادره. مهم جدا الدعم ده مهم جدا. انا شخصيا كهبه، هم اول لما قالوا لي الفكره، هي يمكن الفكره كانت في ذهني انا عايزه اعمل حاجه زي كده مع الطلبه، بس انا يمكن مشغوله بسكاشن الكليه ومشغوله بالدراسات العليا. جزء من الحاجات كمان اللي ممكن تخليني ما انتبهش قوي ان انا عندنا ما هو اهم السكاشن والمواعيد ومش عارفه ايه، وحد هيجي يقول لي فكره جديده وبره الصندوق. فعلا هي بره خارج الصندوق تماما يعني. فتيجي وعايز تقنع اللي حواليك، لا انت اكيد بذلت مجهود رهيب. هم بصراحه في الاول يعني اذا كان الدعم من الاساتذه ده مهم، فالمجهود اكيد اللي انت بذلته عشان تقنع بيه الاساتذه فده موضوع تاني يعني. انا عايزاك بقى يا دكتور تشوف لي كده ايه، يعني احنا هنتكلم معاكم كلكم، بس انت حدد لي المجموعه دي البحث بتاعها كان كذا، او المجموعه دي لو تعرفني يعني مين اللي يبدا الكلام. هو انا لو هبدا طبعا بمحمد بسيوني، طبعا قائد الجيل الثاني طبعا في المبادره، وكان شغال معايا في بروجكت يعني مشروع خاص بالنانو تكنولوجي يعني. فلو كده ممكن يتفضل. تمام. بشكر طبعا عبد الله الاول مع حفظ اللقب طبعا دكتور عبد الله. عرفنا الناس الاول، انا محمد بسيوني خريج قسم كيمياء كليه العلوم جامعه طنطا، رئيس مبادره الباحثون مقابل التخرج السابق. اهلا بك. المبادره ذات نفسها بالنسبه لمحمد هي بتنقسم لجزئين. الجزء الاول محمد لما كان موجود في المبادره كعضو بمساعده عبد الله والتيم اللي كان موجود وقتها، احنا كنا بنعاني بمشكله ان احنا بنوجد حاجه هي مش موجوده، ودي اصعب من ان احنا نعدل على حاجه فيها اخطاء. بالظبط. فكنا بنواجه كم صعوبات وكم تخاذل، سواء من طلبه زمايلنا او مثلا من حد احنا محتاجين مساعده منه ان هو يقدر يدعمنا. برضو ده ما كانش متاح الاول، لان في نفس الوقت ما فيش اي دليل على نجاحك ولو بنسبه 1%. انت في الاول وفي الاخر طالب عايز تتعلم، اوكي، بس ما فيش اي مؤهلات بتقول ان انت هتوصل لحاجه. فكان التكاتف ان احنا نقفل على نفسنا وان احنا نحاول نتعلم مع نفسنا، وبعد كده نعرض نفسنا على الدكاتره. وده اللي حصل بالفعل. دي كانت بالنسبه لنا اول مرحله. بس ده مجهود، يعني مجهود مضاعف على مجهودكم اصلا الدراسي. ده يعني اكيد، خاصه ان احنا كنا شغالين في الدراسه، وزي برضو ما عبد الله موضح ان احنا كان معظمنا ان لم يكن كلنا اوائل، ما شاء الله، وتقديرات تقريبا كانت كلها امتيازات. وده كان هدفنا احنا من البدايه طبعا. ما هو غالبا يعني الافكار دي مش هتيجي غير للناس المتعبه دي. وعامه هو نظره الطلبه نفسها للتجمع الطلابي ده
لا ده فيهم عبد الله، فيهم محمد، فيهم مش عارف علا، فيهم ناس متميزه. فخلاص لا احنا حابين نبقى جزء من الكيان ده، حتى لو مش هنشتغل فاحنا هنبقى ايه معاهم في الصوره. بالظبط. تمام. فدي كانت البدايه، والحمد لله دي احنا تعبنا فيها، بس كان النجاح كان حالفنا فيها برضو الحمد لله. لحد بقى انتهت فتره الجيل الاول بقياده عبد الله، وانا استلمت بعته، وانا كنت محظوظ ان انا استلمت في التوقيت ده، لان كان خلاص كانت مرحله التاسيس تكاد تكون في مراحلها النهائيه، فابتديت انا اجني الثمار بتاعه المرحله دي. يعني الطلبه انت جيت على الجاهز. بالظبط كده. انت اللي جيت على الجاهز. بالظبط كده. ابتديت الطالب اللي كان شغال في بروجكت ابتدى ينشر، الطلبه اللي كانت مشتركه مع دكاتره في ابحاث برضو ابتدت تنشر. وعلى قد ما كانت الفتره دي مميزه بالنسبه لنا احنا كمبادره ان احنا خلاص بقينا شايفين نجاحنا، على قد ما كانت متعبه ليا بالنسبه لي انا كقائد، لان في نفس الوقت مش عاوز اقلل او اقل بمستوى المبادره، وفي نفس الوقت عايز اعلى بيها. صح. فكان قدامنا فرصه بصراحه، كانت فرصه ذهبيه، اللي هي مسابقه صناع التغيير. دي كانت منظمه من صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ التابع لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. المسابقه دي احنا قدمنا فيها حرفيا في الوقت بدل الضائع، يعني تقريبا قبل الديدلاين بساعتين. يعني تلحق يا ما تلحقش. حرفيا يعني. والحمد لله كلمونا وتواصلوا معانا، ودخلنا المراحل بتاعه المسابقه، تدريبات، ثم بعد كده عروض على الاداريين بتوع المسابقه في المراحل الاولى والتصفيه. تقريبا كان عدد الناس المشاركه فوق 90 فريق. تمام. فلحد ما وصلنا للمراحل النهائيه وخلاص، كان المفروض ان هم يختاروا افضل 3 من كل تيم او من كل مسابقه، لان هم كانوا مسابقتين بس احنا كنا تبع صناع التغيير، وطلبوا مننا ان احنا نعرض على الستيج. فكان علشان الترتيب بتاعنا يبقى ماشي، ده مركز اول، ده مركز ثاني، ده مركز ثالث. الحمد لله ربنا وفقنا، اخدنا مركز ثالث وقتها بدعم مادي كويس، مع حجب جوائز المركز الاول والثاني. يعني احنا كنا تقريبا الفريق الوحيد اللي اتكرم في المسابقه دي، وكان الدعم بالنسبه لنا قوي، قدرنا ان احنا نستفاد منه، ان احنا نعمل بعد كده ايفنت زي مثلا URI ايجيبت كومبيتيشن، او دي المسابقه، وعملنا URI ايجيبت كونفرنس عندنا هنا في الكليه بمشاركه طلاب من جميع الجامعات المصريه، وعرضوا بوسترز ابحاث علميه كانت موجوده عندنا في الكليه، وكان في اكتر من محاضره لاكتر من دكتور عندنا برضو في الكليه، اللي هم بيحسوا الطلبه ان هم يقدروا يشتغلوا بحث علمي اكتر، ان هم المجال ده لا مفيد، مش شرط ان انت تبقى خريج علشان تبدا تشتغل دراسات عليا وبعد كده تتعلم. فده كان فترتي انا، او فتره القياده بتاعتي انا، لحد بقى طبعا بحكم ان احنا خلاص داخلين سنه رابعه والمسؤوليات هتزيد علينا احنا في الكيان، مش عايزينه يقل، وفي نفس الوقت في الدراسه برده مش عاوزين نقل، فكان واجب علينا ان احنا نسلم للتيم اللي بعدنا او للجيل اللي بعدنا بدوافع اكبر، بحماس اكتر، يقدر يشتغل اكتر مننا. وده الفكر السليم في كل الدنيا، يعني بالزبط. في كل الدنيا، ومش بس داخل الكليه ومش داخل المبادره ومش داخل الجامعه، اللي هو يعني ان احنا جيل بيسلم جيل وناس بتتعلم من ناس، وان احنا بندي اللي عندنا، لكن اكيد اللي جاي هيدي جديد مع الاجيال الجديده. ده الطبيعي جدا يعني. بالظبط. لو حد ممكن يكمل عليك عشان نسمع. طيب هي علا كانت النائب القائد بتاعي في فتره حكم انا، فهي ممكن تتكلم برضه عن المبادره بشكل اكبر. هو انا اسمي علا عبد الوهاب، خريجه قسم كيمياء جيولوجيا كليه العلوم جامعه طنطا. هو زي ما محمد اشار او قال، المبادره احنا استلمناها يعتبر في وقت هو يعني نضيع المجهود بتاع اللي قبلنا، يا اما نكمل والكيرف يفضل عالي. تمام. فزي ما اكد مسابقه صناع التغيير كانت بالنسبه لنا حاجه كده، اللي هو احنا عايزين نثبت وجودنا مش بس على مستوى الكليه، على مستوى الجامعات المصريه كلها. وبالفعل كان بينضم لنا ناس من كل الجامعات، وكان بيجي لنا كمان طلبه من جامعات خارج مصر. ثانيه واحده يا علا، اتفضل. حكايه الطلبه من، يعني احنا بنتكلم عن جامعه طنطا، لكن لا في جامعات، وانا قريت حاجه زي كده. فكره انه ايه الفكره ان احنا نفتح لجامعات؟ لو حضرتك او عبد الله يكلم. هو البحث العلمي اصلا مبني على الكولابوريشن، فهو يعني يعني علشان اي فكره او البحث العلمي اصلا لازم يكون في تواصل جيد ما بيني وما بين مثلا الجامعات المصريه والمراكز البحثيه المصريه في مصر وكمان خارج مصر. فهو طبعا هم عشان عملوا حاجه يعني مش موجوده في جامعات كتير او مش موجوده اصلا. لما الجامعات التانية ابتدوا يسمعوا عنهم، ابتدوا ان هم يطلبوا ان هم ينضموا ليهم، وابتدوا ان هم يتواصلوا معانا بقى كمشرفين، ان احنا يعني يشتغلوا معانا يبقى في تواصل ريسيرش وكده. هو يعني احنا معانا حتى شروق هي ماسكه اللجنه او البرانش اسمه URI ايجيبت، يعني اللجنه دي مسؤوله عن بناء. طب علا تخلص وارجع ادخل على شروق.
تمام. تمام. فكان معانا كمان اللي هو مش منحصرة المبادرة على ان هي تستقبل طلبة من كليات علوم بس، لا، اي طالب في اي كلية، سواء وكمان بتوصل للثانوية. طلاب الثانوية من كتر ما الفكرة انتشرت وبقت بتسمع، فهم احنا عايزين نبدأ في ده من دلوقتي. طيب برضو ده هيفيدني بايه؟ معلش انا بقطع عشان افهم بس. هيفيدني بايه بكليات تانية يعني غير علوم؟ طيب طب علوم على مستوى الجمهورية اوكي تمام، تخصصات مختلفة كمان. دلوقتي فكره التداخل العلوم المختلفه والعلوم البينيه، ان دلوقتي حاجه مثلا لو انا شغال نانو تكنولوجي، ده كده اللي في الريسيرش المصطلح. نانو تكنولوجي ده بتاع فيزياء، كيمياء، كمان علم حيوان، كمان بتاع صيدله، ممكن يجتمعوا في بحث. في شغل بايو ميديكال تراك بتاع طب وبتاع صيدله وبتاع علوم بايو كيمستري، ممكن يجتمعوا في بحث. في العلوم الانجينيرنج اكتر بتاع علوم كيمياء مع هندسه، ممكن يعملوا بحث. فبالتالي الموضوع دلوقتي يعني ما فيش ان انا مثلا جاست ان انا حتى لو انا قسم كيمياء ما في تخصصيه كمان في كيمياء. فبالتالي دي فكره يعني التخصصات المختلفه دي نقطه مهمه جدا. يعني يعني ما اعتقدش ان في تيم، انا تقريبا كل التيمز اللي انا بشتغل فيها وكمان اللي هي شغل ابلايد دايما بيبقى معايا ناس انجينيرنج، بيبقى معايا ناس علوم، وفي ناس كمان بيخشوا معايا بزنس، ناس تجاري. فهي الفكره دلوقتي كل التعاون، ودي نقطه هي دي نقطه من اهم النقاط اللي بتميز جاي، ان احنا دلوقتي في تداخل. يعني انت محتاج اي حد في تخصصات مختلفة هتلاقيه، وهتلاقي حد متميز كمان. صحيح. فبالشكل اللي احنا بنشرحه ده، فهو الكيان كبير ومحتاج ان هو يتم مانجمنت تكون يعني محكمة، بحيث انه مفيش جانب فيه ينزل في وقت ما، لا. فانا بما اني كنت الجيل التاني، فصراحة يعني انا شفت كمية اكتيفيتي واقبال من الطلبة على المبادرة بشكل مش طبيعي. يعني انا كنت ماسكة الاول هيد اتش ار قبل ما ابقى فايس، تمام. فكان عدد الطلاب اللي بتجيلنا من الجامعات المصرية كانت بتبقى كتير، لدرجة ان كان في طلبة بتطلب ان احنا عايزين المبادرة دي يبقى ليها برانش في الكلية عندنا. تمام. فالمانجمنت كان بيختلف من بي ار او اتش ار، وانا ومحمد، وممكن يكمل عندي برضو محمد ياسر هيد الميديا، يعني قدم يعتبر مجهود جبار في لجنة الميديا. فهو ممكن يتكلم. شروق. طيب اخد شروق وارجع تاني اكمل. هي لجنة انا فكرة بس التجمع من كل الجامعات المصرية يعني. هي لجنة URI ايجيبت بشكل عام زي ما الدكتور عبد الله قال، هي مسؤولة عن انتشار URI في الجامعات المختلفة. احنا في البداية يعني قبل لما كان البورد القديم موجود وقبل السيزون ده، كنا بنستقبل طلبة من جامعات مختلفة وكنا بياخدوا معانا التريننج وتمام، ولكن ما كانش بيبقى فيه برانش URI في الجامعة دي بشكل معتمد. اللي احنا بدأنا ان احنا نعمله السيزون ده بسبب ان الاعداد بدأت تزيد بشكل كبير، بدأنا ان احنا طيب هنخلي فيه برانش موجود URI في كل جامعة. البرانش ده هيكون فيه بورد موجود متكون من بريزيدنت وفايس ولجنة للميديا والبي ار والاتش ار، بحيث ان المانجمنت يكون اقوى يعني. بدأنا في ده حاليا احنا معانا جامعة القاهرة وجامعة الازهر وجامعة كفر الشيخ، دول اللي موجودين وشغالين حاليا قريبا يعني، او بدأوا ان هم في الناس اللي كانوا موجودين بياخدوا التريننج خلصوا وبدأوا ان هم هيبدأوا في تيمات بحثية قريب. وخلال السيزون ده اللي هو خلال الاجازة دلوقتي بنهايتها يعني هيكون معانا مخططين ان هيكون معانا 10 جامعات ان شاء الله حوالين مصر. هايل. انتوا مشوني حسب ما انتوا شايفين مين اللي المفروض يتكلم. هضيف حاجة بس. كل الشغل اللي احنا عملناه، سواء جيل قديم جيل جديد، حتى الجيل اللي استلم مننا او اللي هيستلم بعد كده، محتاج حاجة اللي هو تبرز شغله. فده ما كانش هيتم بدون وجود محمد ياسر معانا. هو كان المسؤول عن الجزء التسويقي بالنسبة للكيان، فهو يقدر بقى يتكلم عن شغله هو ادرى بيه. التسويق بقى الفلوس نسوق لشغلنا علشان خاطر يعني نبقى حاجة، نوصل بقى لحاجة، نعمل حاجة. أنا محمد ياسر، خريج كلية علوم قسم كيمياء سبيشال، مسؤول الميديا في الجيل الثاني، ميديا اند ماركتنج. طبعا لجنة الميديا احنا لما بدأنا فيها واستلمناها كان الجيل اللي قبل كده كان حمزة كان مسلمنا اللجنة، وكانت متقسمة بنظام معين، متقسمة اليونتس. فجي دورنا بقى ان احنا نبدا بقى نشغل يونتس ونضيف الناس دي ليها. كان في مشكله بتواجهنا ان الناس اللي بتهتم بالبحث العلمي غالبا مش بتكون مهتمه قوي بالميديا او مش بتكون مهتمه بالجانب ده.
ما هم يا يذاكروا يا بالظبط. ميديا فدي يعني، كانت- فدي يعني كانت- يا ذاكر فكانت- يا نقعد في الميديا بقى وكده، ما بالظبط. ينفعش الاثنين. فكانت عقبه شويه في طريقهم يعني. فلما جينا نبدا بقى بدانا نتعلم شغل الميديا وبدانا نعلمه للناس اللي معانا، بدانا نعلمهم واحده واحده في الشغل وهكذا. بعد كده الناس اتطورت، بدات تعمل ديزاينات وبداوا يعملوا الشغل فعلا، وبدانا نماركت لليو ار اي. والبيج وصلنا البيج تقريبا من 4000 الى 10000 فولور. فكان انجاز يعني. بجانب ان احنا في الاخر علشان نطور الجزء بتاع الميديا ده عند الناس، بدانا عملنا حاجه اسمها ميديا سكول. ميديا سكول بدانا نعلم فيها الناس ان هم يعملوا ديزاين عن طريق فوتوشوب، عن طريق بريمير، وبرامج اصلا. وحاولنا نشوف برامج موجوده عند كل الناس زي باوربوينت مثلا، حاولنا نخلي الناس تتعلم بواسطه باوربوينت، وعلمنا الناس برضو السكريبت. فده كان نقله طب كبيره انا جدا. اسالك سؤال، يعني اكيد انت بتتعرض ليه، وكل يمكن الطلبه فكره البحث العلمي، وان انت تتكلم مع الناس او مع الجيل اللي زيك يعني عن الابحاث العلميه. الاجيال دلوقتي انا مش عايزه اقول انه في تسطيح او انه كله بيتكلم في الحاجات اللي موجوده على الميديا اللي هي اللي بتفرقع واللي بتجيب ملايين من الفولورز. يعني احنا وصلنا ل 10000 على فكره، 10000 في البحث العلمي ده دلوقتي يعتبر 20000. دلوقتي 20000. 20000 برضو. احنا لو بتتكلم على الارقام بالنسبه للمتابعه دي مش متابعه، لكن لو بتتكلم على البحث العلمي لا ده كويس جدا انه في حد بينتبه لفكره ان ده حاجه خاصه بالبحث العلمي، وان انا انضم ليها علشان اشوف دول بيعملوا ايه. بالظبط فعلا، وده اللي احنا ركزنا عليه في الميديا. يعني حاولنا دايما نخلي البوستات بتاعتنا تكون متعلقه بالابحاث وبالحاجات الجديده اللي بتظهر يوم بعد يوم، بحيث انها تبقى حاجات شيقه للناس وتشوفها فينبهروا بيها ويتابعونا اكتر يعني. هايل. واصل الاساس دلوقتي بقت الميديا يعني في كل حاجه بالظبط. في كل اكيد حاجه الحاجه من غير ماركتنج ما كانتش هتوصل لحد، فما صحيح. كانش هيبقى صحيح. لها لازمه. صحيح. والماركتنج ده برضه هو اللي وصل اليو ار اي لجامعات مصر كلها، هو اللي طبعا عارف الناس كلها بينا. صحيح. وطبعا المشاركه في ال 20000 طبعا من كل الجامعات المصريه، بالتأكيد. وممكن يكونوا حتى خارج وحاليا بس انا عايز يعني اللقب او دلوقتي احنا لو احنا هندي ديفينيشن ليو ار اي، يو ار اي هي مبادره بحث مقاله تخرج تحت رعايه صندوق المبتكرين والنوابغ. فدي كده اسمها يو ار اي الام، يعني هي مش دلوقتي يو ار اي البيج الاساسيه، هي مش بس على جامعه طنطا خالص يعني هي بقت يو ار اي الام، مبادره على ودلوقتي مستوى في البيجز الجامعات المصريه بالظبط. وفي الخطه اصلا دلوقتي ان احنا يعتبر فكره الناس اللي من طنطا عندنا في قدهم يعني مثلا احنا قلنا في جامعات ممكن تتخطى عدد طلابها طلاب جامعه طنطا اصلا في المبادره. فبالتالي احنا الموضوع دلوقتي احنا اصلا احنا في نيه ان احنا نفتح بيج باسم يو ار اي طنطا ويبقى ليها بورد خاص بيها. فدلوقتي المبادره اللقب دلوقتي ليها على مستوى الجامعات المصريه دلوقتي. تمام. اي حاجه يعني. كان في برنامج اسمه ريسيرش ليدر، الناس هم كانوا 150 حد 150 حد في البرنامج ده، يعني احد البرامج اللي احنا بنقدمه. البرنامج ده من ال 150 كانوا من 25 جامعه، من 25 جامعه 150، يعني دلوقتي تقريبا كل جامعه كان فيه 3 4 منها. يعني انا قصدي التنوع دلوقتي، ان دلوقتي المبادره على مستوى الجامعات المختلفه. واكيد التنوع ده مفيد بالظبط. يعني هل التنوع ده يعني عايزه اقول ايه، بيحصل نوع من المؤتمرات اللي بتضم كل الشباب من كل الجامعات المصريه يعني لان ده بيخلي نوع من الحوار، نتناقش نتكلم، سواء استاف جامعه سواء طلبه، بتدي افكار جديده. ده بيحصل. احنا في الاجازه اللي هي الاجازه الكبيره اللي هي بتبقى الاجازه الصيفيه، بيبقى في وقت بعيدا عن الدراسه فالناس تقدر تكون فاضيه تجينا. بنعمل كل سيزون ايفنت كبير، بيبقى ايفنت قمه كده، بيجي طلاب من جميع الجامعات المصريه. كان في حتى ايفنت لسه مخلصينه امبارح، كان في طلاب من 20 جامعه مختلفه. وكمان في ايفنت خلال الاسبوع الجاي. فهو في الاجازه بيبقى دايما لازم في ايفنت بحيث تكون فرصه اننا نلتقي، يعني ان احنا نشوف بعض حتى اوفلاين. وبالنسبه لاستاف الجامعه يعني عبد الله كلمني عن الطلبه، التجمعات ما بين الاساتذه وبعضهم من كل الجامعات المختلفه، ده بيحصل برضو؟ طبعا بيبقى فيه يعني مؤتمرات بتتعمل، سواء مؤتمرات تخصصيه دقيقه او مؤتمرات يعني جنرال، بحيث ان يحصل ميتنج ما بين الباحثين وما بين الاساتذه او العلماء الكبار في مجال التخصص، فيحصل وبرده كولابوريشن ما بين الباحثين وبعض. فهي حضور المؤتمرات مهم جدا طبعا. ودي حاجه برضو يعني انا مبسوطه ان انا عاصرت الفتره دي، لان في يعني انا مبسوطه ان الطلبه بقت بتحضر مؤتمرات علميه، وهم كمان يعني هم اللي بقوا بيأسسوا المؤتمر ويبعتوا لنا الانفيتيشن. فانا مبسوطه بيهم جدا، وبجد مبهوره بان انا
عاصرت شباب زي دول، هم شباب بجد ما شاء الله، يعني ما شاء الله. زي الورد ما شاء الله. طيب هتوجهني بقى عبد الله كده تمام. هو قولي. ممكن اسراء شاهين طبعا طيب من التيم المؤسس. اسراء شاهين اتفضل. اسمي إسراء عبد الجواد شاهين، أهلا. خريجة كلية العلوم جامعة طنطا 2023. أنا كنت من الجيل التاني برضو معاهم، بس كنت فضلت فترة يعني ممبر وكده. بعد كده دخلت ممبر في الاتش ار، وبعد كده دخلت فايس لنور. يعني المبادرة عددها زاد بشكل كبير جدا، فطبعا وجود هيد وفايس بس زي محمد وعلا ما كانش هيبقى كافي عشان يسيطر على العدد ده كله من الكيان. فبدأ فكرة من عند دكتور عبد الله برضو ان هو يعمل بدل ونور، بدل ما هو يكون فايس واحد، لا احنا هنحطه 3 فايس، بحيث ان كل فايس مننا يمسك ديبارتمنت كامل ويبدأ يسيطر او يعمل كنترول على العدد اللي فيه. بدأ 3 فايس، انا كنت واحدة من الفايس دول. كنت ماسكة الشؤون الطلابية بتاعة الطلاب. مثلا هو الطالب ماشي بيدخل ريسيرش وبيتكلم في الريسيرش وكل ده، بس برضو انا لما اروح اكتب ريسيرش لازم يكون عندي بيزكس في الحاجه اللي هكتب عنها. يعني انا مثلا هكتب في تخصص معين، انا لازم ابقى عارفه حاجات في التخصص ده. فبدانا بقى احنا في البارت ده ان احنا نعمل كوميونيتيز كتير، منها حاجه اسمها الساينتفك كوميتي. دي بقى خاصه باللي هو الناحيه العلميه اللي هتاسسه عشان يروح يعمل ريسيرش. وبرضو في حاجه اسمها السوفت سكيلز. السوفت سكيلز دي برضو ما ينفعش حد يكون في الريسيرش ما عندهوش سوفت سكيلز، لان مثلا السوفت سكيلز دي منها ان هو يكون ليدر. يعني هو ازاي يكون ليدر اصلا علشان يبدا لما يدخل تيم بحثي يتعامل مع التيم، مثلا ما يحصلش مشاكل في التيم يبوظ، لا. فكان لازم يتعلم حاجات كتير، مثلا الكمبيوتر سكيلز برضو. هو لو ما بيعرفش اصلا يستخدم الكمبيوتر مش هيعرف اصلا يعمل ريسيرش، لان هو اساسي وورد وبرامج برمجه معينه عشان يعرف يعمل اناليسيس للداتا. فبدا برضو لجنه تانية اسمها الجنريشن. لجنه الجنريشن دي بدا الكيان كله يبقى جروبس، كل جروب على حسب هو في سنه كام او مواليد كام. يعني مثلا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4، والناس اللي هي جراديويتد خلاص. كل واحد في الليفل بتاعه بيبقى انترستد بحاجه معينه. لسه داخله الكليه مثلا اول سنه هبدا مثلا اجمع، مثلا عايزه اجيب جي بي اي كويس عشان التخصصات بتاعتي. مثلا عاوزه اخد سوفت سكيلز بسيطه كده، زي ان انا مثلا اعرف اتعامل مع البورد عشان لو دكتور طلب مني ريبورت معين اعمله. فهم كلهم بيبقى تقريبا نفس العقليه او نفس الاحتياجات اللي هم عاوزينها، فهم في الجروب. انا عايزاكي تدي يعني الكوره لحد عشان يكمل عليكي. شوفي انت اللي تختاري بقى. هو بداية كده يعني لو كملت بعد صنع التغيير، انا مسكت بعد محمد المفروض 2023. لو اتكلمنا اصلا عن اتعرف بيكي. انا نورهان فوزي، طالبه بالمستوى الرابع كيمياء سبيشال كليه علوم جامعه طنطا. هو بداية ما انا مسكت 1/9 2022 سنة. طبعا 2022 المفروض ان هم حصلنا على المركز الثالث صنع تغيير، فبالتالي احنا خلاص اتعرفنا في مصر كلها، فالطلبه الاقبال بدا يزيد جامد. يعني عجبني قوي اتعرفنا في مصر كلها دي. فالطلبه بدا اللي هو الاقبال زاد جامد علينا، فاحنا لازم نعمل مانجمنت كويس وكنترول كويس على الناس اللي معانا. فبدا ان احنا نقسم التيم عندنا 3 ديبارتمنت. هو دلوقتي تعدلوا بقى 4 ديبارتمنت، فهتكلم على الاربعه. اول ديبارتمنت عندي اللي هو المانجمنت، وده اللي عشان اقدر تمام. هو كجنرال يعني في المانجمنت عندي مثلا لجان زي اتش ار وبي ار وميديا. طب ماشي، عندي مثلا طبعا الديبارتمنت بتاع ستودنت تقفيل، فاشتغلت على الناحيه بتاعه الطالب ذات نفسه في شؤون الطلاب. طب في الديبارتمنت الثالث اللي هو المفروض البروجكت، واللي طبعا ماسكه دكتور عبد الله معانا، ده بقى يعني ده الشغل اللي الطلبه حابه ان هي تشتغل فيه. مثلا لجنه الار ان دي الخاصه بالابحاث. طب انا هشتغل بس على الابحاث؟ لا، في ناس عندها افكار حابه انها تحولها لستارت اب خاصه بيها. فبالتالي عندنا لجنه اسمها لجنه رياده الاعمال اللي هي URE. واللجنه دي بقى مش بس طلاب علوم بس، لا ده طلاب برضو تجاره او كده بزنس، الناس دي كلها معانا عشان افكار رياده الاعمال. فكره عبد الله اللي هو كل الكليات مشاركه معانا بالظبط كده. مش بس كده، لا احنا برضو عندنا لجنه ايجيبت طبعا اللي شروط كانت اهم بقى لجنه او ديبارتمنت بدانا ان احنا نركز عليه ونعمله عشان نقدر ان احنا نتابع الناس دي كلها، لان احنا معانا اكتر من 4000 شخص انضموا للمبادره. لجنه اللي هي كواليتي اشورنس، ودي خاصه بقى بالجوده بتاعه الكيان. دي طبعا فيها لجان كتير زي البي اف والداتابيز وكده، طبعا هيتكلموا عنها دلوقتي زملائي الموجودين. فلو اتكلمنا مثلا نتكلم عن المانجمنت بتاع الكيان، وطبعا امل معانا هي الفايس بتاع الديبارتمنت. لا خليهم انا امال الشحات،
طالبة بمستوى الثالث كلية العلوم قسم الكيمياء. حاليا أنا فايس بريزيدنت المانجمنت. بنعمل كنترول على لجان ال HR والبي ار والميديا. أول حاجة ال HR دي اللجنة المسؤولة عن إن هي تستقبل الناس الجديدة في المبادرة، بنبدأ نوفر لهم التريننج والكورسات اللي معانا المبادرة بتقدمها. تاني حاجة البي ار دي اللي هي بتمثل الكيان سواء مع بعض جوانا كده في اللجان مع بعض أو بره الناس، بحيث إن احنا مثلا السيشنز اللي بنقدمها والبارتنرشيب اللي بنعملها وكل ده. تالت لجنة اللي هي الميديا دي اللي هي زي ما هم قالوا زمايلي اللي احنا بنمثل المبادرة على السوشيال ميديا. حاليا احنا وصلنا 20,000 متابع، وحاليا مش الميديا عندنا بتتمثل ان احنا بنبرز الانجازات اللي بنعملها، وكذلك لو في سيشن هنعمله بنعلن عنه، بلس ان احنا بنعمل مسابقات اونلاين. فكرة ان احنا يعني حاجات كتيرة قوي واحنا متميزين وزي ما قلنا انه اوائل ويعني الدفعة، يعني كنت بتكلم على الدفعة بتاعتك بس يعني بتكلم في العموم، كلية علوم كلية صعبة واكيد اللي داخلها عارف ان هو بيشتغل جامد وعنده شغل جامد. المبادرة دي ده حمل على حمل، يعني مجهود مضاعف انتوا بتبذلوه. في البيت مثلا ما قالولكيش خليكي في مذاكرتك لا بالعكس خالص، داعمينك لانك انت دي حاجه هايله. أيوة. يعني ده هل بنعتبره جزء من الانشطه الطلابيه في المبادره دي؟ ممكن نعتبرها كده؟ هو طبعا يعني هي جزء من الانشطه. هو في اسر كتير بتعمل انشطه طلابيه، بس هم ميزتهم ان هم يعني النشاط الطلابي بينمي الكوميونيكيشنز يعني خاص في مش رياضه مش فنون، لا ابحاث علميه. وكمان جزء من الانشطه يعني وكمان بيعمل حاجه مفيده، ابحاث علميه. يعني لو حد منهم حب ان هو يسافر بره يقدم على منح بعد التخرج، هو كده عامل حاجه يعني ممتازه جدا في السي في في المرحله العمريه دي. فهو بصراحه يعني طبعا. طيب مين هيتكلم تاني؟ ممكن اسماء تتكلم عن البيت. تمام. طيب انا احمد، مستوى ثالث، قسم كيمياء حيوي. انا فايس لجنه الكواليتي اشورنس. المفروض ان احنا يعني زي ما دكتور عبد الله قال ان الاعداد بدات تزيد معانا جامد، وبدا يبقى في لجان مختلفه، فجي دور ان احنا نعمل مانجمنت على الاعداد دي كلها. فجينا دكتور عبد الله اقترح ان احنا نعمل لجنه الكواليتي اشورنس اللي هي ضمان الجوده، ان احنا نعمل ان هي تتقسم ل3 لجان او هي 3 ديبارتمنت. اول حاجه البي اف، المفروض ان هي تبدا تتابع مع الليدرز، يعني كل ليدرز وفايس بتاع لجنه بيحط بلان. المفروض بقى ان يكون في حد بيتابع مع كل ليدر هل بينفذ البلان او هل في مشاكل عايزين نشوف حل ليها او هكذا. تاني ديبارتمنت معانا اللي هو الايفالويشن، ده اللي من خلاله بنقدر نقيم الليدر اصلا اللي هيمسك، هل هو يعني عنده او هل هو كواليفايد انه يمسك المكان ده. والتالت لجنه اللي هي الديفلوبمنت، المفروض ان يكون فيها اشخاص يكونوا على علم بكل التحركات الموجوده في الكيان معانا، بحيث ان هم يكونوا زي حاجه بتحكم، اللي هو يعني هل في اخطاء شايفينها، هل شايفين حاجه محتاجه تتعدل، في حاجه محتاجينها زياده، وهكذا. طب انتوا التطوير يعني بالظبط. طب هل في بعض المشاركين في المبادره مثلا انتوا بتيجوا في لحظه كده تحسوا ان هم غير مجديين في الموضوع فتقولوا لهم لا شكرا نكتفي بهذا القدر؟ هل ده بيحصل ولا انتوا ما بتقدروش تعملوا كده؟ هو ما فيش حاجه اسمها ما نقدرش، هي بتيجي اسيكالي من الشخص ذات نفسه. هو يعني خلينا نقول ان الطبيعه بشكل عام للطلاب الموجودين في المبادره هي ان هم ملتزمين. فلو حد ده وارد جدا ان هو عنده ظرف او كده فان هو بيعتذر. احنا عندنا في حاجه موجوده ان كل هيد ليه فايس، فالهيد لو عنده ظرف الفايس هيقوم بمكانه والعكس، فهما الاثنين بيشيلوا بعض. يعني بين قوسين انت مطلوب منك طول السنه نص المجهود بس ان انتوا 2 عشان بتقسموا على بعض. لو هو خلاص مش قادر او هو ادى اوريدي للكيان خلاص بيعتذر. احنا اصلا تحت كل لجنه بيبقى فيه يونتس، يعني حته الاداره دي احنا خدنا فيها باع كبير ان احنا نعمل اداره صح. في يونتس تحت، يعني انا مثلا هيد لجنه الاتش ار، انا هيد وفايس، في تحتي 5 يونتس مثلا لهم هيد وفايس، فبالتالي الهيد الكبير مش فحد هيتصعد، وهكذا في اليونتس برضه. فهو النظام بتاعنا عامل زي هرم كده، هرم اداري متكامل. وكان دي نقطه دايما في الاعتبار، ان انا حتى اسراء قالت البوينت دي يهمني جدا ان احنا كل الناس اللي موجوده معانا في المبادره يكونوا عندهم الليدرشيب بشكل كويس. وبعدين فكره اللامركزيه يعني اللي هو ان يعني كل واحد في موقعه يستطيع ان ياخد قرار. بالظبط صح. يعني مش لازم ارجع لعبد الله يعني الاساس اروح للبدايه خالص عشان اعرف ان انا يعني كل واحد ليه الحريه والفلكسبيليتي ان هو يتصرف بمرونه طالما وفق القواعد الاساسيه للمبادره. تمام.
مين تاني معاكم؟ ممكن خلاص بقى امشي بالدور بتاعت يوسف. ماشي هات يوسف بقى. يوسف اي حد المهم. يلا. انا في البدايه اسمي اسماء راشد، مستوى ثالث سبيشال كيمستري كليه العلوم جامعه طنطا. انا دلوقتي مسؤوله هيد البلاننج اند الفولوينج اب. هو من اسمها هي لجنه تخطيط ومتابعه. هي تعتبر من اهم اللجان اللي موجوده في الكيان. احنا عندنا زي ما نورهان قالت احنا عندنا 3 ديبارتمنت في الكيان، هو البروجكتس والمانجمنت والستودنت افيرز. فاحنا عندنا ممبرز، المفروض ان الممبرز دي بتبتدي تتابع مع هيد كل لجنه او الفايس بتاع كل لجنه على حسب. بنشوف مثلا البلان وليكن الاسبوعيه بتاعتهم. بنشوف مثلا احنا بناخد البلان دي بنراجعها، بنيجي بعد اسبوع نشوف البلان هل هم حققوا البلان دي، هل في ديفكت حصل، هل مثلا في حاجه ما حققوهاش. فبنبتدي ان احنا نشوف الموضوع مثلا الديفكت لو في الشخص ذات نفسه فاحنا ممكن نغير الشخص، الديفكت في البلان نشوف ايه المشكله اللي حصلت. وفي نفس الوقت ممكن احنا نتوقع فيما بعد ايه المشكله اللي ممكن تحصل ونحاول ان احنا نشوف حل المشكله دي. تمام. عشان بعد كده ما تتحولش الكارثه. تمام. هي لجنه باختصار كده. انا نورهان ابراهيم، فايس اتش ار مستوى ثالث كيمياء سبيشال. اول حاجه ان انا عندي الاتش ار بتنقسم عندي ل5 يونت. يونت تريننج. اول حاجه الناس بتيجي تقدم الفورم بتاعهم فما عندهمش اساسيات، فيجوا في التريننج بيبقى بوفر لهم ليدرز ان هم نقسمهم جروبات ونبدا ندوم التريننج بتاعنا. بينقسم عندنا الكورسات زي الريسيرش الدكتور عبد الله اللي بيقدمها لنا، في كمان انجليزي، في سوفت سكيلز، وفي كمان بيبقى يوم فاضي في الاسبوع ده بنخليه اوفيس سكيلز، ان هم ندوهم مثلا مشروع على الباوربوينت او وورد او كده ويبداوا يشتغلوا عليه. وبعد كده كمان بيبقى بعد ما بنخلص التريننج بيبقى فيه جزء كده فرق ما بين ان انا ابدا اشتغل في بحث علمي اساسي او ان انا لسه باخد اساسيات، اللي هو ان انا ازاي ابدا بقى ابلاي. فده اللي هو الريسيرش ليدر اللي دكتور عبد الله اتكلم عنه. بيبدا نوفر لهم كورسات برده فيه زي مثلا الليدرشيب، نديهم كورس الليدرشيب ازاي ان انا اكون قائد وازاي ان انا ابني التيم بتاعي ويبقى فيه ثقه بيننا وبين بعض وكده. كمان ان انا اشتغل في تيم اصلا وان انا ابدا اكتب كتابه علميه وكده، ده كله بنعمله في خلال فتره الليدرشيب. كمان بنوفر كورسات للليدر عامه في المبادره كلها بعيدا عن الاتش ار بس، اللي هي برده كورس ليدرشيب خاص بكل الليدرز اللي في المبادره. تاني يونت عندنا اللي هي الايفالويشن، بنبدا نتابع الجروبات بتاعه المبادره كلها. يعني انا مثلا عندي جروبات ليدر، طب انا عايزه اعرف الليدر بتوعي شغالين ولا لا، فبيبقى في ناس متخصصين يتابعوا الجروب لو في اي مشكله يبداوا يبلغونا بيها، ان احنا بيبقى عندنا جروبات كتير. في كمان لجنه الانترفيو، ان انا بعد ما اخلص عايزه اعرف الناس اللي معايا هل هم استفادوا فعلا وتمام جاهزين ان هم يخشوا الستيب اللي بعدها ولا لا، انت ما عندكش لسه الكفاءه الكافيه. فهنا بنيجي لجنه الانترفيو بتاعتنا وان هم يبداوا نجهز الانترفيوهات. شغل اللجنه بتاعنا ما بيتوقفش بس على الناس اللي لسه بادئه، لا هي المبادره كلها اللجنه بتاعتنا مسؤوله عنها. تمام. في كمان لجنه الكواليفيكيشن دي خاصه انها توفر كورسات للاتش ار للجنه بتاعتنا. ولجنه الموتيفيشن دي بتعمل موتيفيشن للمبادره كلها، سواء ان احنا نديهم جمل تحفيزيه او ان احنا نديهم نماذج ناجحه فعلا في المجال وكده، ان انت دي نموذج ناجح اهو انت تقدر ان انت تبقى زيه. تمام. ان انت دافع للناس. تمام. هايل. في حد يا جماعه؟ انا يوسف الشيخ، تالتة بايو كيمستري علوم طنطا، هيد العلاقات العامه. يمكن النقطه الاساسيه اللي هنركز عليها هو ان الماركتينج، احنا اتكلمنا في الاول محمد قال ان هو مهم جدا، ده كان بشكل الميديا الاونلاين. هنا النقطة الأساسية اللي ممكن نتكلم عنها كحاجة سبيسيفيك للعلاقات العامة اللي احنا اتجهنا ليها، وهي تمثيل شخصية URI بالنسبة لينا بعد زيادة العدد الكبير ده في الجامعات التانية. يمكن احنا أصلا دخلنا المبادرة ديت علشان شوفنا قصص النجاحات الكبيرة للطلبة. يعني أنا دخلت وحضرت تأهيلية علوم طنطا، شفت دكتور عبد الله والتيم المؤسس، دي كانت الحاجة الأساسية اللي أنا انضميت للمبادرة عشانها، لأني أنا ممكن أكون داخل مش عارف يعني إيه ساينتفك ريسيرش، لكن دخلت لقصة نجاح كانت ظاهرة قدامي. فاحنا حبينا نبرز قصص النجاحات ديت بشكل واقعي للطلاب في الجامعات التانية، فدي كانت نقطة أساسية بالنسبة لنا كلجنة علاقات. كمان العلاقات العامة بالنسبة لنا في المبادرة هي ازاي أنا هعرض المبادرة بره، وازاي اصلا هجيب ناس من بره المبادرة كمشرفين او كماليات اللي الخاصة بالمسابقات والحاجات اللي زي دي. كمان السبيكرز عشان السيشنات، وازاي الموضوع التواصل بين الطالب والدكتور يبقى بس في سيشنات في مجالات كتيرة جدا. كمان نقطة السوفت سكيلز اللي أكدت عليها إسراء كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، علشان أبني البيرسونال سكيلز عند الناس كانت مهمة جدا بالنسبة لنا إن احنا نشتغل عليها. فالناس ازاي يطلع سوق العمل ويشتغل، ازاي مثلا يعمل ديل ويوفيه، كل الحاجات دي احنا اشتغلنا عليها في لجنة العلاقات العامة. يمكن ده باختصار اللجنة بتتكلم عليه. هايل. أنا بجد يعني مش عايزة أتكلم، أنا عايزة أسمع أكتر يعني بجد، لأن حاجة
يعني انا باكد كلامك والله يا دكتوره هبه فعلا، وكلامك كمان دكتور عبد الله، يعني حاجه جميله والله، حاجه تفرح لما بقولك انا بخرج من البرنامج عندي طاقه ايجابيه، يعني من الشباب ومن الافكار ومن النظره المستقبليه ومن ايه اللي عايزين نعمله وايه التخطيط للحياه، بجد حاجه تفرح. طيب اي حد تاني لان ما عادش قدامي غير 5 دقايق. طيب بسرعه معاكي 5 دقايق اسمي رانيا العياري. دقيقه عشان يبقى دقيقه. طيب بس بعد الار دي عايزين نجد العمل طبعا، ومعانا لجنتين كمان تبديع كل حد بسرعه يعني. طب يلا بس. مش انا اسمي رانيا العياري، ثالثه كيمياء سبيشال فاصل ار ان دي. احنا اول حاجه عندنا لما بيخلصوا خلاص الناس تخلص تريننج بيجوا عندنا ار ان دي عشان خاطر ان هم يبداوا بقى في التمات البحثيه اللي هم عايزينها. بيبدا ننزل لهم فورم الحاجات التراكس اللي هم عايزينها وكده، يبدا كل واحد يختار التراك اللي هو عايزه. طبعا احنا حاليا اصلا كان كل التيمات كانوا عباره عن 50 تيم، سيزون 1 وسيزون 2 كانوا في الاول خالص كانوا 33. جبنا بقى احنا عشان نعمل ديفلوبمنت عندنا في السيزون 3 في 18 تيم. احنا الاول كنا اصلا مهتمين بالليترشر ريفيو، احنا عملنا بقى حاجه جديده خالص ان احنا هنعمل حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو. بدات الناس حاليا دلوقتي فيها تريننج، فطبعا عشان خاطر ان احنا نبدا نعمل مانج للهيكله دي كلها، احنا معانا 55 تيم، فقلنا ان احنا هنعمل حاجه اسمها مانجمنت سكيلتون. ده في حاجه اسمها البي ار والاتش ار والميديا. البي ار فايدتها بتعمل ايه؟ ان هي بتحاول تجيب سوبرفايزر مشرفين دكاتره عشان خاطر ان هم يتولوا كل تيم، وبرضه بيشوفونا برضه مسابقات عشان خاطر نبدا نشارك فيها وكده. بالنسبه للاتش ار بتعمل حاجه اسمها ايفالويت، يعني بتقيم الناس، بتشوف مثلا مين اللي شغال مين مش شغال، بنعرف بيست ممبر. فبالتالي ده لما بناخد ده سنه نعرف الناس دي، فبنعمل لهم على البيج ان هم ناس كويسه جدا، فده بيشجعهم وفي نفس الوقت بيشجع الناس الثانيه المتخاذله ان هي تكمل تشتغل اكتر. برضه احنا كمان معلش انا بعتذر بس عشان ما عادش عندي وقت. انا اسمي نريمان اسامه، في سنه ثالثه بي اي اس جامعه طنطا. عندنا في المبادره برانش تاني مسؤول عن رياده الاعمال. رياده الاعمال ببساطه ان احنا بناخد الشخص من بدايه، من شخص عنده فكره بنساعده لحد ما يبقى عنده ستارت اب على ارض الواقع. بنبدا معاهم بتريننج عن رياده الاعمال، بنعلمهم الاول يعني ايه اصلا رياده اعمال، الاساسيات والمبادئ وكل حاجه. فبنهايه التريننج ده بيبقى عندهم فيدباك كويسه جدا عن رياده الاعمال. بنبدا ندخل في بروسيس تانية ان احنا نبدا نشتغل على البيزنس موديل، الام في بي، بروتوتايب، كل البروسيس دي لحد ما نوصل في النهايه يعني لان الموضوع خلاص تمام، الشخص ده وصل للنهايه. وعندنا اللجنه بتتقسم للجنتين اساسيين، لجنه المانجمنت ولجنه البروجكت مانجمنت. لجنه المانجمنت فيها 3 لجان، الاتش ار والبي ار والماركتنج والميديا، ولجنه البروجكت مانجمنت فيها الحاجات الاساسيه الباقيه الخاصه بان الشخص يبقى عنده الستارت اب. في حد تاني؟ معلش انا بقى بس سريعا 5 دقايق اسامه، 5 دقايق. تمام. انا آلاء اشرف، طالبه من المستوى الثالث، فايس ساينتفك كوميتي. هو عامه اللجنه عامه كل اللي بنقدمه ان احنا بنقدم اساسيات في كل مجال لكل طالب. يعني احنا زي ما قلنا ان طبعا الكليه عندنا فيها مجالات كتير، وكمان في كليات كمان زي طب وصيدله وعلاج وكليات كتير كده. تمام. احنا كل اللي بنقدمه ان احنا بنقدم بيزك كل مجال. كل طالب المفروض يكون عارف اساسيات المجال اللي هو فيه، عشان بعد كده لما يقرا اي بيبر، اي ورقه بحثيه، يكون عارف ايه يعني ايه الاجهزه، ايه المصطلحات، ايه المفاهيم اللي عرفها وكده. فدي باختصار جدا اللي عن اللجنه. انا ندى عيد، ليفل 3 باي تكنولوجي، فايس الجنريشن باختصار، اللي هو مش لازم كل حاجه تكون بحث علمي بس في المبادره. بنبدا نقسمهم جروبات ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، ونبدا نشوف هم مهتمين بايه، وبالتنسيق مع الليدر بيبدا يحط لهم بلان معينه بيبدا يمشي معاهم فيها ويتابعوا فيها، زي اللغه، زي السوفت سكيل، زي الكمبيوتر سكيل، عشان ما يكونش كله بحث علمي بس. ويبدا ان هو يقيمهم ونطلع بيست ليدر وبيست ممبر. هايل. احنا معانا ضيفه كمان، بس اعلام يمكن كلكم علوم طنطا، هي اعلام المنوفيه. اعلام المنوفيه، بس عرفنا اهو من دكتور عبد الله انه عادي المشاركه ممكن تكون من كل جامعاتنا المصريه. أيوة. والاعلام كمان ممكن يشارك، صح؟ يا ريت جدا طبعا. مبسوطه خالص بالفكره، ومبسوطه ان هي بتتطور مع الوقت، وانضمي بقى ان شاء الله. انضمي بقى خلاص، يعني مبسوطه يعني اصلا ان انا عرضت فكره زي دي، الاعلام خدها، لكن تنضمي بقى للمبادره. فكره جميله جدا، ومبسوطه ان الاعلام اصلا عرض فكره زي دي، عشان فعلا ما كنتش عارفه عنها حاجه. مش عارفه التاثير مني اكيد، بس هي كويسه، ومبسوطه ان هي بتتطور مع الوقت. هايل.
وانتي نورتينا وكلكم ربنا يخليكي. نورتوني وشرفتوني. ولو كلمه اخيره يا دكتوره هبه توجهيها كده لكل الطلبه والطالبات اللي بيسمعونا النهارده كليه العلوم جامعه طنطا. انا عايزه يعني اوجه ما تفقدوش الامل يا جماعه، وما تسمعوش كلام المحبطين، ولو عندك فكره جو اون واستعين بالله، وان شاء الله ربنا يديك على قد تعبك ان شاء الله. دكتور عبد الله دايما بنصح بالصبر طبعا، بنمر بمراحل كتيرة طبعا اذا كنت انت الفيرست فلازم بالصبر بالظبط طبعا. دايما بقول ان بعد الصبر دايما حتى لو طول فلازم هيبقى الجبر من عند ربنا كبير، فدي النصيحة الأهم بالنسبة لي. أنا بشكركم شكر كبير جدا، يعني بجد الشباب نقدم شكر لمشرف المبادرة دكتور ياسر عبده، لأنه بجد معانا سنتين مشرف المبادرة، داعم لينا بطريقة كل الشكر ليه، كل الشكر يعني. أي حد داعم أنا بشكره على طول. كل الشكر ليه وكل الشكر ليكم، شباب بيفرح، وإن شاء الله يعني كل النجاح والتوفيق والمستقبل المشرق ليكم جميعا ان شاء الله. شرفتوني ونورتوني في امل المستقبل. شكرا. بشكركم شكر كبير لوجودكم النهارده ومعانا. بشكر ضيوفي الكرام الدكتوره هبه بدير مدرس مساعد بكليه العلوم جامعه طنطا بقسم النبات، شرفتينا ونورتينا يا دكتور، والدكتور عبد الله الوكيل معيد بكليه العلوم جامعه طنطا، شرفتنا ونورتنا يا دكتور. وبكده مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا. اشكركم على حسن المتابعه وانقل لكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي داليا العلايلي. اشوفكم الاسبوع الجاي مع شباب مصر في أمل المستقبل. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بإيدينا وبنرسم، يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة ما وعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا سيب لمستك، يلا